أهلا بكم. بطلع عليكم ضيفة أسبوعية من خلال برنامج بيروت والناس، البرنامج الأول بالعالم العربي اللي بيسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية، كما أنه البرنامج متنوع دائما بفقراته ومضمونه من السياحة والموضة والأزياء والطب والمواضيع الاجتماعية. بداية بنحب نذكركم لكل الأشخاص الموجودين بلبنان والمهتمين بعرض إعلاناتهم ضمن برنامج بيروت والناس بإمكانكم التواصل عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. منتابع ولكن بعد الفاصل الإعلاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في الحلقة سنتكلم عن العلاج الروحاني، جلب الحبيب وفتح النصيب وفك الربط. بإذن الله لدي التوكيل المناسب لحل المشاكل. كما في الحلقة القادمة سنتكلم عن النفور بين الأزواج ورد المرأة إلى بيتها معززة ومكرمة. جميع العلاجات مضمونة. أختي المتصلة، بالنسبة إلى الكشف، أنت مميزة ونصيبك جميل وأنت حظك قليل وأمورك ما ترضي طموحك، يجي النصيب ويروح بدون سبب. مع العلم إنك تعجبين كل الرجال، لديك جاذبية وأنت محبوبة ونشيطة وحلوة، لديك نصيب مقفل وحالك واقف. ممكن أعمل لك فتح النصيب وإزالة الهم والغم وتتزوجين نصيب حلو يكلف علاجك فلوس، ولكن تفرحين في حياتك بإذن الله تعالى. تواصلوا معنا عبر الأرقام الظاهرة على الأسفل الشاشة، وإن شاء الله تجدون ما يسعدكم. انتهى وقت حلقتنا. بالنهاية لا يسعني سوى أن استدعوكم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولمحبي الطلة المميزة والجاذبية والابتسامة والفرح جرعة إضافية من الطاقة الإيجابية، ذخيرتها الحب والنصائح الإيجابية اللي بتساعدك تحافظي على سحرك وجمالك، إضافة إلى باقة مهمة جدا من المنتجات المميزة والمفيدة. سوا نحن وياكم للمستشارة الاجتماعية والخبيرة بالطب الطبيعي الدكتورة سليمة حرب. كن إيجابياً تبقى نقياً. كلنا بنحب نكون عنا نقاء داخلي، عنا صفاء ذهني، نفسيتنا مرتاحة، أفكارنا إيجابية. هيدي دايما المواضيع اللي بنتناولها ببرنامج على الطبيعة مع سليمة. بكل إطلالة دايما بنحكي عن الحب، عن الفرح، عن الطاقات الإيجابية، كيف فينا نشتغل على حالنا، كيف فينا نحب حالنا، كيف فينا نحب اللي حوالينا، حب الحياة. الله بحبك. دايما بقول الحياة كتير حلوة، الحياة فرح، أفكار حلوة، طاقات إيجابية. إذا نحن طلعنا بالمراية، تغزلنا بحالنا، شفنا إنه بنقدر نعمل أي شيء، ما في شيء مستحيل بهالدنيا. وصفات سليمة ونصايح سليمة ومنتجات سليمة دايما بترفقكم وين ما كان. أكيد مشاكل شد الوجه والتجاعيد، مشاكل البشرة بشكل عام، الصبايا اللي بتحب يكون هيك عندها وجه مليان، الخدود مليانة، بدهم وصفات أو بدهم يعملوا بوتوكس، شو ممكن يكون في بديل؟ أكيد في بديل، وأكيد في وصفات بمنتجاتنا ورائعة
رائعة جدا. بالدرجة الأولى بدنا نعزز الاستروجين والكولاجين بالجسم لتضل البشرة رطبة. لازم نشرب مي كتير، ناكل فواكه كتير، ناخد عصير كتير. منعزز الاستروجين والكولاجين بالجسم كمان بطريقة أكل معين، بوصفات معينة. ممكن ناكل دايما اللوز والجوز، المكسرات النية، ناكل كتير البروكولي، السبانخ، الملوخية، الجزر، العصير بكل أنواعه، عصير الجزر، عصير البرتقال، كله هيدا بيساعد ورائع جدا. بمنتجاتنا حبوب الكولاجين اللي هن الاشياء الجديده اللي بمنتجات سليمة، حبوب الكولاجين لحتى مبين اصغر بالعمر، ليتجدد ويتنشط الخلايا، لحتى يشد الوجه. اكيد نستخدم حبتين من حبوب الكولاجين بشكل يومي. هيدا بيساعد وبيعمل على تنظيم الهرمونات حتى بالجسم. نقدر اذا كان عندنا خلل بالهرمونات وعندنا مشكله كتير كبيره لنلاقي نتيجه اسرع، اكيد بنستخدم خلطه النساء اللي بتحتوي على جينيسينج وحبوب اللقاح وغبار الطلع وشرش الزلوع وحبه البركه وكتير قصص. وكمان الكولاجين الطبيعي نقدر ناخد هودي الخلطتين، بيكونوا هن علاج فعال لجميع المشاكل النسائية. بالدرجة الأولى تنظيم الهرمونات، تنظيم الدورة، بخلوا الدورة تطول لتقطع، بحربوا ترقق العظم، بيعززوا الاستروجين والكولاجين، بشد الرقبة، بشد الوجه، حتى للصدر دورة، بخلوا الدورة تطول لتقطع، بحربوا ترقق العظم، بيعززوا الاستروجين والكولاجين، بشد الرقبة، بشد الوجه، حتى للصدر، حتى لكل الجسم، وبيمنعوا الترهلات إذا نحن أخذنا هيدي الحبوب. وهي رائعة جدا مع خلطة النساء، ومن عمر 20 سنة لعمر أكثر من 60 سنة بنقدر نستخدمهم. الجديدنا كرمال شد الوجه والبوتوكس، أكيد كريم البوتوكس رائع جدا بنقدر نستخدمه للتجاعيد، رائع لشد الجلد، رائع لنقاء البشرة، بنفس الوقت بينفخ الوجه بالشكل المطلوب. بس ما فينا نستخدم الكريم لوحده بدون ما يكون اخدين أو خلطة النساء أو حبوب الكولاجين، وإذا قادرين ناخدهم اثنينهم بيكون كتير منيح لأنه بيقوي الاستروجين والكولاجين بالجسم. إضافة ناخد ماسك سمخ الشجر اللي بيحتوي على لبان الذكر والسمخ الشجر اللي بيشد الوجه وبيفتح لون البشرة، وبنفس الوقت بيعبي الوجه وبيغطي التجاعيد والترهلات. يعني كريم البوتوكس مع ماسك سمخ الشجر ولبان الذكر. وهيدا الماسك كمان بيساعد انه يقضي على الكلف والنمش بشكل نهائي بإذن رب العالمين. بنستخدم الكريم بشكل يومي، وبنستخدم الماسك مرتين أو 3 بالأسبوع. أكيد بكل مرة منشوفكن بوصفات جديدة، تابعونا وانطرونا. لمعالجة مشاكل البشرة وشد الوجه يفضل استخدام ماسك طبيعي قبل الكريم. وماسك الأعشاب من منتجة سليمة بيقضي على الكلف والنمش، بشد الجلد وبيخفي التجاعيد لاحتوائه على 13 نوع من الأعشاب من البابونج، القصعين، الحلبة وحبة البركة وغيرهم. يستعمل مع لبن أو عصير طبيعي أو زهورات مرتين بالأسبوع لمدة 20 دقيقة. مثل ما بنعرف إنه الوجه 7 طبقات، فيفضل استخدام ماسك طبيعي لتنشيط البشرة. ومنتابع مع الفلك والأبراج وعلم التارو الشيخة أم عبد الله الشمري. يسعد أوقاتكم حبايب قلبي.
يسعد صباحكم، يسعد مساكم وين ما كنتوا. معاكم خبيرة التاروت والأبراج أم عبد الله الشمري. حبايب قلبي، أنا وياكم عبر السوشيال ميديا على التيك توك والدرجة الأولى على الفيسبوك. صفحتي الخاصة هي أم عبد الله الشمري. كل شيء جديد وياي بالأبراج ال12 من برج الحمل إلى برج الحوت إن شاء الله، وأنا وعدتكم بأشياء حلوة ومقابلات حلوة رح تكون، وانتبهوا من شيء واحد، الصفحات المزورة. أتمنى منكم تسمعون صوتي قبل أي تواصل مع الآخرين. تحياتي لكم، أحبكم. فاصل إعلاني ومنرجع بعده لباقي فقراتنا. للأناقة والذوق الرفيع عنوان واحد. منوري فاشن. منوري فاشن، ألبسة نسائية وولادية ترضي كل الأذواق. منوري فاشن، جبيل لبنان، سنتر الحاج. واتساب 00-961 81 260 528. حدا بيسألني عن سر أناقتي، مرحب عليكم ورح دلكن على العنوان. تابعونا على الانستغرام وعلى الفيسبوك مينوري، وعلى التيك توك @مينوري فاشن. عملوا سكرين شوت لأي موديل بتحبوه وبعتوا لنا إياه على الواتساب على 00-961 81 260 528، ونحن جاهزين نوصلكم طلبكم وين ما كنتوا بأي بلد بالعالم. مينوري فاشن، قصة الموضة كلها. مشاكل الشعر عديدة، ولأنه شعرنا تاج على الرأس، اليوم الحل موجود مع منتجات خبير الشعر إبراهيم عمر. سوبيور مطلوب وكلاء في جميع الدول. سوبيور منتشرة في معظم الدول العربية. فيديو مميز جديد لأخصائي الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية الدكتور باسم الحسناوي. منتابعة. الدكتور باسم الحسناوي الذي أبهر العالم بعلاقاته مع الناجحات وابتكاراته وعلاجاته التي عجز عنها الكثيرون. جديد الدكتور باسم الحسناوي واختباراته في العلاجات الآن. دكتور باسم الحسناوي ينصح باستعمال منتج جوز الهند لتطويل شعر الحواجب والرموش، وهذه الطريقة الأفضل لحل مشاكل الشعر. لديه منتج عبارة عن كورس لشد البشرة وإخفاء التجاعيد بطريقة طبيعية وكريمات فعالة، ولديه نتيجة سريعة ومضمونة. صناعة أمريكية وألمانية.
كما لديه منتج طبي متكامل وكورس كامل لعلاج مشاكل الشعر، وأيضا تكبير وشد المؤخرة بمنتج فعال ومضمون 100%. لاستشارة الدكتور باسم عبر الرقم التالي 0049 176 4271 4991. مطلوب وكلاء في جميع الدول العربية. مشكلة الصدفية وأسبابها والطريقة السليمة للتخلص منها نهائياً وخلال مدة قصيرة جداً ضمن كورس كامل من منتجات أخصائي الأمراض الجلدية والمنتجات التجميلية الدكتور العراقي الأول بالوطن العربي اللي قدر يوجد علاج نهائي وحل جذري لمشكلة الصدفية. فلكل الأشخاص اللي بيعانوا من هالمشكلة وبحاجة لعلاج فوري بإمكانكم التواصل مع الدكتور باسم الحسناوي المتواجد حالياً ضمن برلين أوروبا سنتر. والسريع أو ما يسمى بانفعال هبطة قوية باللغة العامية، إما أن يصاب الشخص بالصدفية أو السكر أو الوهاق. هذول الأربعة لا يخلو من الانفعال الشديد أو الحالة النفسية الانفعالية الشديدة جدا تسبب هذا المرض. وهذا المرض طبعا عجز عن إزالته والخلاص منه، ويسبب حكة مزرية إلى منظر الحبيبات الخارجية التي تكون موجودة في جسم الإنسان مقززة بالنسبة له. الآن وقبل أكثر من سنة تم اكتشاف وتحديد كورس متكامل للبشر للصدفية، ما يسمى باللغة الإنجليزية سورايسيس وبالألماني سورياسيس، هذه التي تأكل الجسم والذي يعاني منها الكثير. كورس واحد مدته لا تستغرق أكثر من 31 يوم، قادر على إزالة هذا المرض من جسمك بدون تأثيرات جانبية إطلاقا، ويعاد الجسم كما هو، لأنه أساسا هو ارتداد في خلايا الجسم من انفعال شديد أو تذمر شديد وليس بسيط، وهبطة قوية أو خوف مفاجئ غير طبيعي يسبب إما ثعلبة وإما وهاق وإما سكر وإما صدفية. لا يخلو من هذه الخمسة الأمراض حينما يتعرض الإنسان لصدمة غير طبيعية. فأعلم من هنا أن هناك 11,000 حالة تم تثبيتها، وهذا العلاج الآن موجود والكل بإمكان تجربته والتأكد منه بدون تردد، لأنه أنتج على أساس مركب ما بين الهيربال والكيميكال للقضاء على كل الخلايا الخارجية في جسم الإنسان، وكذلك تنقية الدم من شوائب الصدف الموجود في جسم أي شخص آخر. فلذلك أقول وأكرر، تم وبعون الله توصل إلى أقصى تراكيب جدا مهمة قادرة على إزالة الصدفية، وليس حديثا إعلاميا، وإنما هذا لغرض معاناة الناس الكثيرة من موضوع الصدف التي يؤذي كثيرا ويسبب مشاكل نفسية وانعكاسات على الأعضاء الخارجية والداخلية، وبالتالي يصبح الإنسان غير مرتاح نفسيا لما يرى من يديه وقدميه وما إلى ذلك. فإن كان جسم كاملا لا يستغرق 31 يوم، متفرق كان تكون صدفية طرفية أو صدفية، هناك الصدفية الطرفية التي تكون بالكوع والركب، وهناك صدفية شاملة لجميع أجزاء الجسم. فأؤكد لكم أنه وجد العلاج الكامل لهذا المرض، وسوف نقوم بإرساله، وأرسلناه أكثر من مكان، وتجاربه أصبحت تمام 100%، وليس هناك أي خطأ طبي وجد فيها. مع تحياتي لكم دكتور باسم برلين. فاصل إعلاني ومنرجع، ما تروحوا لبعيد.
تمتع معنا قريباً بتجربة الطيران من جديد مع طيران الإمارات. راحة وأمان وفخامة، وعلى جميع درجات الراحة الاقتصادية ودرجة الأعمال والدرجة الأولى. بانتظاركم قريباً لنرى العالم من جديد مع طيران الإمارات. للأناقة والذوق الرفيع عنوان واحد: مينوري فاشن. مينوري فاشن، ألبسة نسائية وولادية ترضي كل الأذواق. مينوري فاشن، جبيل لبنان، سنتر الحاج. واتساب 00-961 81 260 528. حدا بيسألني عن سر أناقتي، مرحب عليكم ورح دلكن على العنوان. تابعونا على الانستغرام وعلى الفيسبوك مينوري، وعلى التيك توك @مينوري فاشن. عملوا سكرين شوت لأي موديل بتحبوه وبعتوا لنا إياه على الواتساب على 00-961 81 260 528، ونحن جاهزين نوصلكم طلبكم وين ما كنتوا بأي بلد بالعالم. مينوري فاشن، قصة الموضة كلها. إطلاق كتاب للكاتبة سارة زين. بدي أقول إنه أنا مبسوطة كثير لأنه في عالم عن جد موجودة وفي عالم بعدها بتحب الكتابة وبتهتم للكتابة. وبس بدي أضوي على شغلة صغيرة، بدي أقول ثانك يو إنه ماما موجودة اليوم معي، لأنه ماما بالعادة ما بتظهر أبداً. ومن كم يوم كنا عم نحكي عن تخرجي، فقلت لها إنه أنا بتخرجي ما كنت مبسوطة. قالت لي ليه؟ قلت لها لأنه بيي ما كان موجود، كنت عم بتطلع بالجمهور وما عم شوف بيي. فزعلت لأنه قلت لها إنه ماني مبسوطة إنه بعدم وجود بيي، بس هي كل وقت كانت موجودة معي. فبدي لها ثانك يو كثير يعني إنه هي موجودة اليوم. شو بتنصحي المشاهدين؟ بتنصحيهم يقروا هيدا الكتاب؟ أكيد، أول شيء تقروا هذا الكتاب تشتروه، حتلاقوه مترجم بكذا لغة، هو بالإنجليش حتلاقوه مترجم بكذا لغة، وموجود بالمكتبات كمان بلبنان. بكافة مكتبات لبنان؟ نعم، بكافة مكتبات لبنان موجود الكتاب. اوكي، ميرسي، جود لك. ثانك يو سو ماتش. أكبر عدد ممكن من الأشخاص خصوص الجيل الجديد بأنه يشتغل على حاله، يقوي حاله، ثقته بنفسه، ينمي هودي الصفات اللي لازم تكون موجودة عنده. نعم. هلا قوة تحدي الذات هي sometimes علاج لكثير اشياء بالحياة، لكثير ناس، لكثير شباب بتدفعيهم على انه يكونوا قوية بالحياة. كم فصل الكتاب عندك مقسم؟ الكتاب هو 11 شابتر. بكل شابتر بحكي عن موضوع معين بيفيد الشخصية اللي إلي، كيف تنميها أو كيف تتخلص من الأشياء اللي ما بتفيدك، كيف تعملي كنترول على الحسد، على الغيرة، على الأشياء اللي أنت ممكن تحسيها تجاه الغير اللي ممكن تأذيك قبل ما تأذي الغير، إن كان من انتقام، إن كان من عصبية، من صفات أنت بتنأذي قبل ما تأذي أي شخص فيها. كمان في أكيد تشابترز بيحكوا عن تحسين الحياة اللي إلك، إن كان من الهابتس، العادات اللي أنت بتعمليها، الخوف، طريقة إنه في خوف مضر، في خوف مفيد بخليك حافز لأنك تتحركي. ففي عدد كبير من التشابترز اللي هن 11 بختمهم بالتوازن. شابتر بيحكي عن التوازن، البالانس، قد ايه مهم وقد ايه صحي بانه نعمل بالانس بكل الاشياء اللي عنا اياها بحياتنا. نعم. هلا نحن بعصر السوشيال ميديا، هل برايك نسبه القراء
حتكون كبيرة لأنها تستفاد من الكتاب من حضرتك أو أي كتاب تاني بالمكتبات، لأنه قلت نسبة القراء نسبة لما كان قبل. مزبوط. أوكي، فهيدا ريسك كمان إنه تألفي كتب وفيها ريسك تسويق. صح. شو تعليقك؟ مزبوط. أنا لما عملت كتاب The Power of Release هلا، لما رحت على دور النشر قالوا لي بأنه نسبة القراءة بلبنان قلت تقريبا 70%. نعم. which is إنه في مشكلة بأنه نحن اليوم ما حنقدر نبيع لك كتابك بلا تسويق. فأنا بعتبر إنه السوشيال ميديا فيني أخذ له الجانب البوزيتيف، إنه بسوق لكتابة ثرو السوشيال ميديا. يعني عم جرب بأنه أعمل فيديوهات عن الكتاب، عن محتوى الكتاب، وصل المسجز اللي إلي بطريقة مختصرة مثل ما العالم بتحبها وبتحب تشوفها بطريقة سهلة. سو عم جرب وصلها بهيدي الطريقة. وأكيد اللي بيهمه يشتغل على حاله ويعمل انفستمنت بحاله، لأنه هذا استثمار بشخصيتك وبذاتك. سو أكيد ما حيحس بأنه لا ما بدي أقرأ أو صعب علي أقرأ، أكيد حيقرأ. من وين بتستوحي كتاباتك؟ أنا تقريبا قلت لك بالبداية بقرأ كتير سيلف هيلب. ما عندي، لأنه هذا النوع من الكتب هو مجاله كتير واسع، ما عندي يمكن شخص معين بس بقرأ كتير يعني كتب وبتأثر فيهم، بحبهم، بشوف من الحياة الطبيعية اللي بنعيشها من أصحابي، من العالم اللي حوالي. فإنه كل حدا بيكون بمحل معين مادة لإلك بدون ما يمكن ينتبه أو أنت تنتبهي، بس بتشوفي منها إنه في مسج دايما. لمين بتهدي كتابك؟ أنا كتابي صراحة بهديه للجيل الجديد، يعني الجيل اللي عم بياخد كل شيء سهل، ما عم يبني حاله، ما عم يعرف هو مين وشو بده بالحياة. بحب إنه هيك يعني يقعد مع حاله شوي، يسأل حاله أنا مين بدون السوشيال ميديا، أنا مين بدون التيك توك، بدون الانستغرام، بدون هيدا الحياة السريعة والقوية. فبهدي كتابي لهود الأشخاص بصراحة. اوكي، متمنى لك توفيق. جود لاك. ثانك يو كثير لك، ثانك يو كثير لوجودكم اليوم، عن جد ثانك يو. والشكر بيتجدد لميشيل أبو عاصي الذواق والأنيق، صاحب اللمسات المهذبة الصاخبة والناعمة بالوقت ذاته، يلي اهتم بإطلالتي ضمن حلقة اليوم من برنامج بيروت والناس. لكن الجميلة بهمها تظهر بإطلالة جذابة ناعمة وبتسريحة مميزة، ولكن الأنيقة بهمها حدا شاطر أكيد تتواصل مع صانع الجمال ميشيل أبو عاصي عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. لتعرفوا عنه أكثر شوفوا معي هالفيديو. إعلاناتكم ضمن لبنان عبر برنامجنا، ما تنسوا تتواصلوا مع أسرة برنامج بيروت والناس عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة ضيف لليلة. ضيفتنا اسمها آسيا، لكنها تجمع قارات العالم كافة بإنسانيتها، بعطائها، بشخصيتها المتفردة. هي ابنة طرابلس الأبية، لكنها تمثل لبنان كاملاً على صعيد الإنسانية بكافة دول العالم. هي رئيسة الجمعية الخيرية للمسنين، وأيضاً الرئيسة الفخرية للمنتدى الثقافي الاجتماعي العربي، ومؤسسة سفينة المحبة والسلام. سوا رح نرحب بالسيدة سيدة المجتمع اللبناني السيدة آسيا قاسم. بنعرف انه حضرتك ربيتي ببيئه محافظه لا بل منغلقه جدا، ومن بعد اضطرتي وتمردتي وطلعتي من هالقوقعه الى الحياه، الى الحريه، ولكن استخدمتيها بالطريقه الصحيحه. خبرينا اكثر عن هالموضوع. الحقيقه نحن مثل ما تفضلتي وقلتي انه انا كانت طفولتي برغم اني انا عايشه بجو من يعني من الدلال والدلع، ولكن هذا الدلال والدلع مطموع، يعني في حدود، في أوقات محددة، ممنوع الخروج، ممنوع الدخول، ممنوع الأشياء كلها سوا. لا أستطيع حتى التفكير، يعني التفكير كان ممنوع إنه الإنسان يفكر، لدرجة إنه كنت أكتب أنا الشعر وبحب كتابة الشعر والأدب.
كتبت هيك شيء بعمر صغير مع وقعنا بالضبط. بريك صغير ونرجع نكمل معك سيدي آسيا. احكي عن سفينة المحبة والسلام اللي أسستيها منذ سنوات عدة. بدك تخبريني أكثر شوي عن السفينة، شو هي أهدافها، أنت تأسستي ومين الأعضاء اللي بقلبها؟ الحقيقة نحن أنا عندي علاقات مثل ما قلت لك على مستوى العالم ككل، وأنا ضد الأشياء اللي عم تحصل بهذا العالم واللي مثيرة للمشاكل وللحروب وللغضب. منشان هيك أسسنا سفينة المحبة والسلام، وهي خارج عن إطار الدين والسياسة. نحن متجمعين من كافة دول العالم بدون استثناء، من كافة الطوائف والمذاهب، من كافة الملل، نتجمع في المحبة والسلام فقط لا غير. لا نريد لا جزاء ولا شكورا. وقفنا مع بعضنا بالمحبة، وقفنا مع بعضنا بهالسفينة اللي ماشي. وعلى فكرة هذا البحر الذي نخوض فيه هو بحر لا أمواج عاتية ولا خوف ولا فزع. تشعرين بالأمان، تشعرين بالسعادة. كل الوجوه الموجودة في هذه السفينة هي تسعى لهذا للمحبة والسلام. ونتجمع دائما في أي مكان من هذا العالم، نجي نحكي مع بعض إنه يا جماعة نحن عاملين لا نبث روح المحبة يلي نحن مؤمنين فيها في أي مكان من هذا العالم. نتجمع كلنا سوا ضمن إمكانياتنا الضئيلة والمحدودة، ولكن نقوم بعمل. سبحان الله، الله يبارك هذا العمل لدرجة إنه نستطيع أن مثل ما بيقولوا نسكر الدنيا ونلفت الأنظار. يعني حتى كبار زعماء العالم أرسلوا لنا تهاني بما قمنا به من أعمال، ووصلنا إلى آخر الدنيا. صحيح، اللي بيتابع صفحاتك بيعرف وبيشوف الصور، بيشوف مع مين التقيتوا، مين بارك لكم، مين دعاكم. هالسفينة اللي بتبحر من لبنان إلى كافة بلدان العالم وبتنشر المحبة والسلام، لكنها بترجع وبترسى على الموانئ اللبنانية على شواطئ بيروت. وهلأ بشهر آب أغسطس في عندك حدث كتير كبير، خبرينا عنه، نحن ناطرينه بشوق وتلهف. خبرينا شو بده يصير بشهر آب. الحقيقة صارت القصص إن كان على السوشيال ميديا أو بالأخبار أو بالتلفزيونات، للأسف ما في إلا مثل كأننا أوراق نعوات، ما في شيء. دايما نا. يا جماعة الله سبحانه وتعالى بيقول أنا بالحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فلنسعى إلى الخير، فلنسعى إلى نشر المحبة والسلام. في لبنان حصل مصيبة كبيرة، حصلت مأساة كبيرة بالنسبة لانفجار المرفأ. انفجار المرفأ ترك أثر سيء في النفوس، إن كان المصابين أو لبنان ككل. يعني لبنان رجع إلى الوراء. فإذا نحن هل يجب أن نبكي على الأطلال، أم أننا يجب أن نقوم وننتفض وننهض من جديد ونقول إن الله موجود؟ يعني الله حي لا يموت، حتى لو متنا جميعا الله موجود وحي. فإذا لنمسك بحبل الله. حبل الله لا ينقطع، لا يمكن أن ينقطع. أي حبل من مسؤول كبير يمكن يجي يمسك لك حبلك وشوي يساعدك وكذا، بعد شوي بيسحب حبله بتروحي فيها بتوقعي. أما حبل الله فلا ينقطع. مشان هيك نحن عم نعمل هلا احتفال حلو كتير، تعبير انه تعوا يا عرب ويا اصحابنا ويا انسان في كل مكان، تعا الى لبنان. لبنان بلد الجمال يا عمي، نحن في نعمه كبيره. لبنان الله اعطانا اياها، هي لبنان اجمل البلاد. يعني نحن في هلا في عز الحر وفي عز الشوب، ونحن نعيش في جو من الانتعاش والجمال والاشياء. والحمد لله رب العالمين، برغم
كل الوضع المادي السيء الذي يعم الكرة الأرضية جميعا، لبنان لم يزل بخير. يعني لبنان، يعني نحن بتروحي على الاوتيلات، المطاعم، الاشياء بتلاقيها مليانه، ما في محلات، فاذا لم يزل العالم بخير. ليش بدنا عايزين جنازه ونشبع بها لطم على حد قول اخوتنا المصريين؟ يعني نحن خلينا نبين الصورة الجميلة. يعني دايما بأي مكان من هذا العالم، مثل ما بالبيت مثل ما بالمنزل في صالون فخم وفي غير صالون، كمان بالحياة في شيء حلو في شيء غير حلو. خلينا نشوف الاشياء الحلوة ونترك الاشياء البشعة، لأنه إلى وقت الاشياء البشعة. ما هو العنوان الرئيسي لهالاحتفال؟ لبنان باق حي لن يموت، وبإذن الله لن ولم يموت. خبرينا أكثر، إمتى بتبلش الاحتفالات؟ هي على مدى 5 أيام حسب ما طبعا نحن باعتين دعوات للعالم كلهم يلي بيحب يشارك معنا يكون موجود معنا بالاحتفال. عاملين بروجرام حلو، رحلات، ترفيهات، ندوات، نشاطات، جمال لبنان نظهره على بشكل أحلى. وطبعا لقمة لبنان الطيبة الشهية يلي معروفة بكل معنى الكلمة. والحلو انه زهور لبنان بالبستان اللبناني، هالزهور يلي من كل الاشكال والالوان، من كل الطوائف، هدول زهور يا جماعة، ما في زهرة بتغار من زهرة تانية، كلنا سوا زهور بهذا البستان. لولا هالزهور ما في شيء اسمه بستان، كان في صبر، كان في ورق، كان في حشيش، ما في شيء. نحن لازم نقوي هالزهور وهالورود وننعش البلد ونقوم نقول لا، نحن كلنا سوا نتكامل مع بعضنا. إذا ناقصه حدا شيء يكمل التاني، ما في داعي ليزايد عليه وأنا شوفني شو عندي وأنت ما عندك. حرام، هيدا كله غلط. لازم الإنسان يشوف ربنا سبحانه وتعالى كلنا جسد واحد، منكمل بعضنا البعض. فلنكن هكذا، ولا يمكن أن تقوم لنا قائمة إذا لم نتحد وإذا لم نتفق ونحب بعضنا بعضا. ففي الأديان كلها دعا الله إلى المحبة، إلى المحبة فقط. المحبة والسلام شعار سفينة المحبة والسلام لكل الأشخاص اللي بهمهم موضوع الاحتفال ب3 آب، الاحتفال الكبير. أكيد رقم التليفون رح يظهر على أسفل الشاشة، فيهم يتواصلوا ويستفسروا أكثر عن هذا الموضوع. بأوتيل متروبوليتان. أوتيل متروبوليتان أكيد. بدي أطلب منك تطلعي على الكاميرا وتوجهي تحية للأشخاص الجنود المعلومين المجهولين اللي دايما بيكونوا حدك. أنتم أخوتي وأحبتي، وأنا بدونكم لا شيء. أنا وأنتم جسد واحد. نحن نستمد من هذه الشمس المشرقة ضوءا وننير به العالم كلنا. وإلى اللقاء، وعلى أمل اللقاءات المتتالية قريبا بإذن الله بأعمال جديدة. شكر كتير لك. ميرسي لاستضافتكم وبشكركم وبشكر هاللقاء الحلو يلي خلاني إني أعبر عن ما أريد أن أعبر عنه. كونوا كتار وتابعونا واتصلوا على الأرقام المبينة على الشاشة لتستوضحوا أكثر عن الموضوع. إلى اللقاء. ولمحبي السياحة والمطاعم والتعرف على الثقافات، فقرة دليلك معي أنا نور، وفقرة مع نور أحلى. للوطن وجوه كثيرة ومتنوعة، سواء كانت وجوها تعكس السلام والمحبة والازدهار أو وجوه الحرب والكره والانحطاط. والسياحة هي الوجه الأكثر بروزا في أي وطن، حيث تصور جمال الوطن وإرثه الحضاري، تاريخه القريب والبعيد، كما تحمله من موقعه الجغرافي إلى شتى أصقاع العالم، فيتعرفه الأجنبي ويتوق لزيارته، يخطط لرحلة طويلة من الاستكشاف، استكشاف بلد غريب من خلال سياحته واكتشاف أطعمته التقليدية، تعرف عاداته وتقاليده وترتيبه في قائمة التفاعل الثقافي، الإصغاء إلى لغته ورصد بعض العبارات المحكية يوميا. أو ليست اللغة وجها من وجوه الوطن التي تدهش السائح بأصواتها الغريبة؟ قيل: من لم يرى إلا بلده يكون قد قرأ الصفحة الأولى فقط
من كتاب الكون. لهذا تعد السياحة قراءة في كتب الكون، تعرفاً لشتى الحضارات الإنسانية التي شهدتها البشرية. فلا يكفي أي فرد منا اكتشاف وطنه الذي يقطنه فقط. أين الانفتاح على الآخر؟ أليست السياحة هي السبيل الوحيد لتحقيق هذا الانفتاح على الآخر بما يحمله من أفكار وعادات، لغة ومعتقدات؟ أليست السياحة بوصلة للتفاعل الثقافي بين الشرق والغرب؟ أليست حوارا ديمقراطيا بين الأديان المتعددة وبين المؤمنين والملحدين؟ ترقبوني قريبا ضمن الحلقات الجديدة من برنامجكم دليلك، يلي بيعرفكم على كل شيء جديد من أماكن السهر وأطيب لقمة وأحلى المناظر وتسليط الضوء على الأماكن السياحية، وحتى لزيادة جمالكم وأن تهتمي بجمالك من سبا أو مصممين أو مراكز التجميل وأطباء وأماكن بتستمتعوا بأحلى الجلسات وتعرفوا كيف تقضوا وقتكم من خلال ريبورتاجات أسبوعيا بتشوفوهن معي أنا نور بالتوقيت التالي على الشاشة. انتظروني قريبا ضمن برامج بيروت والناس وسما بيروت. فاصل إعلاني ومنتابع برنامجنا، خليكن معنا. بفقرتنا اليوم حنتعرف أكثر على منتجات 22 فوريفر الطبيعية المكونة من خلاصة الأعشاب الطبيعية والمخصصة لكل شاب وكل صبية. منتجاتنا عددها 22 من 22 فوريفر للعناية بالشعر وكذلك الأمر العناية بالبشرة. خلينا نشوف بداية هيدا الريبورتاج عن طريق حماية الشعر والبشرة عند استخدام منتجات 22 فوريفر ومنرجع. بداية مع كريم الكولاجين لإخفاء التجاعيد. كريم الكولاجين بيغذي البشرة من الداخل والخارج ومفعوله جدا ممتاز. ننتقل لكريم اللولو لمعالجة البشرة من الزيوان وبيعالجها أيضا من الندوبات ولنضارة الوجه. منروح لكريم تبييض لون البشرة اللي بيقوي المسامات وبيزيل الجلد الميت من الوجه نهائيا. وما مننسى التونيك هو المخصص لتنظيف البشرة من المكياج وبيعطي بشرتك ترطيب عالي جدا. ولدينا أيضا علاج لجميع مشاكل البشرة، إكزيما صدفية وحب شباب. منتجاتنا لم تخصص فقط للوجه، بل هي مفيدة أيضا للشعر وللجسم وللأظافر. منها ماسك للشعر بيغذي وبيحمي الشعر من التقصف وبيساعد على ترميم أطرافه وبيعالجه من التلف وأضرار صبغة الشعر. إضافة للشامبو المخصص لتغذية الشعر من الفروة حتى الأطراف، خالي من أي مواد كيميائية، مكون من خلاصة الأعشاب الطبيعية والعسل الطبيعي مثل شامبو جوز الهند، غير أنه بيقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف، بيمنع تساقط الشعر. مكون من المواد الطبيعية 100%. وأيضا من منتجات 22 فوريفر علاج لتكسر الأظافر. كريم بيقوي وبيغذي وبيطول الأظافر، فينا نستعمله يوميا لنزيد من قساوة أظافرنا وقوتهم. وأيضا لوشن للجسم اللي بيعطي البشرة والجسم البرودة والترطيب المطلوب وبيزيد من أنوثتك، وكريم صابون لأسفل القدم. جميع المواد هي من خلاصة الأعشاب الطبيعية 100% وما بتحتوي على أي مواد ملونة أو مواد كيميائية. المواد الأولية أوروبية عشبية معبأة ومغلفة بلبنان. مطلوب وكلاء ومندوبين في لبنان والعالم. منذكركم بأنه جميع منتجاتنا مكفولة 100% وهي طبيعية ومجربة، مطلوبة بجميع الدول العربية. اطلبوها عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة 0096170485372. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا. ترقبونا مع المزيد من الفقرات.
لمحبي الفن كليب للفنان علي سالم ومجموعة أغاني ضمن فقرة ميوزك نيوز. يا الله كل ما عم تتحلى يا الله هي وحدي بيشتاق لها يا الله شو هالحلالة بقلة يا الله كل ما عم تتحلى يا الله هي وحدي بيشتاق لها يا الله شو هالحلالة بقلة دلع دلع حبة دلع منك انت ما بينشبع غلا غلا عندك حلا جوا قلبي ضحك زرع قلب قلب دق القلب بعدك عني صاير صعب انا بحبك انا هواك جوا روح طبع حبة دلع منك انت ما بينشبع عندك حلا جوا قلبي ضحك زرع دق القلب بعدك عني صاير صعب حبك انا هواك جوا روح انطبع غموريني هموم الدنيا نسيني وحبيني بعد أكتر حبيني وسنيني ترخص لك كل سنين غموريني هموم الدنيا نسيني وحبيني بعد أكتر حبيني وسنيني ترخص لك كل سنيني دلع دلع حبة دلع منك انت ما بينشبع غلا غلا عندك حلا جوا قلبي ضحك زرع قلب قلب دق القلب بعدك عني صاير صعب انا بحبك انا هواك جوا روح انطبع حبة دلع منك انت ما بينشبع عندك حلا جوا قلبي ضحك زرع دق القلب بعدك عني صاير صعب حبك انا هواك جوا روح انطبع لا 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 اتركها يا قلبي وانساها احسن لك انت واحلالي يمكن لا بعمري حبيتها ولا بعمر يوم اشتقت لي اتركها يا قلبي وانساها احسن لك انت واحلالي يمكن لا بعمري حبيتها ولا بعمر يوم اشتقت لي اللي كيف قدرت تنساني
قلبي، اتركها يا قلبي وانساها. أمان 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 الله يفرح قلبي فيك يا زينة هالدنيا كلها، غيرك لا ما برضى شريك، شاركني حياتي والله. الله يفرح قلبي فيك يا زينة. لمحبي الموضة والأزياء فقرة خاصة مع الزميلة مريم شيخو. ألف مبروك، اليوم الديفيليه كان أكثر من روعة، فيك تخبريني أكثر؟ بدي لكم مساء الخير ونورتوا جلامور فاشن شو. اليوم هيدا إعادة تأهيل لوضع البلد، إنه نقول لكم نحن راجعين بالفرح والسعادة وأيام الموضة اللي نحن تعودنا إنه لبنان يكون سويسرا الشرق، واليوم نحن بلشنا المشوار وما رح نرجع نوقف، إن شاء الله لا بيجينا كورونا ولا بيجينا فيروس ولا في شيء بيقدر يوقفنا. اليوم جلامور كناية عن انترتينمنت خالتينا مع الفاشن. مثل ما شفتوا هلا عبودي دياب وكاراتو جولري، هيدا المزيج حتشوفوا سارة صالح وإلي بمزيج تاني، الفتاة المحجبة اللي بتقدر تكون أنيقة وبذات الوقت المرة المودرن بكومبينيشن كتير حلوة. تننهي العرض تبعنا بالفرو الطبيعي مع سنافور، وأكيد حيحيي الحفل هلا عنا الفايف ستارز انترتينمنت والفنان جورج فرح، ومننهي مع الفنان علاء زلزلي. أكيد ناتالي، بما أنك أنت امرأة جميلة وجذابة، كيف بتنصح المرأة اليوم تواكب الموضة؟ اليوم الموضة هي مش بس شو بنشوف شو بيلبق لنا، هيدي أهم إنك تتابعي الموضة بس تستوحي الأشياء اللي بتلبق لك. وبنصح كل مرة تبعد عن عمليات التجميل المبتذلة، مثل ما شفتوا معنا دكتور ارتيل نحن هون اللي عم بيحارب عمليات التجميل المبتذلة مع دكاترة عم بيجربوا يصلحوا من وراهم. اليوم ما تروحوا عند دكتور إذا منكم واثقين فيه، وما تزيدوا على جمالكم إذا أنتم حلوين إلا إضافات رتوش بسميها أنا. يعني مثلك على الطبيعة. أنا الحمد لله بعدني على الطبيعة. ثانك يو، أهلا وسهلا. اليوم كان كتير حلو، فاشن شو عم ننعمل بوقت لبنان عم يمر بظروف كتير صعبة، فحتى نشوف العالم قديش الشعب اللبناني بيآمن بحاله بقدراته وقادرين رغم الدمار اللي عم نعيشه نشوف الصورة الحلوة عن لبنان. فكان هيدا الفاشن شو ديفيلي لسارة وعلي لعبودي لسانا فورس كان كتير مميز بالنسبة لهم، وأنا بيساعدني كنت عم حط لمسات التجميلية على الموديلز بكل شو عم يكونوا بيطلعوا شيء. اللي اعتمدت فيها الميك اب السامبل النيود اللي هو تحب الشخص تطلع عليه تكوني انت مرتاحه بالنظر له، مش الميك اب الاوفر. اوكي، هلا الستات حابين يعرفوا شو هو موضة التجميل لسنة 2023 حضرتك كخبيرة التجميل؟ اجمالا نحن عم نروح بالموضة للنيود، دائما للنيود، الالوان الترابية، البيبي روز، يعني كل ست حسب عينيها شو بيلبق لهم، وجهها شو بيلبق لهم، ما فيني انا اشوف حدا شيء بدي مثله وانا ما اكون بيلبق لي، فبالالوان النيود حسب لون العيون بنشتغل عليها بلمسات كثير حلوة مع الكونتورنج وهايلايت بتطلع كل ست عم تضوي ضوي، يعني جمال بالبساطة. شو النصيحة اللي بتقدميها للمرأة؟ نصيحتي لكل مرة توثق بحالها بتوصل كثير،
يعني من بعد خبرتي الطويله وخبرت 22 سنه وبالدمون الميك اب بلشت من محل صغير لوصلت اللي انا فيه هيك. تعبت على حالي وثقت بحالي، بس نجحت كثير صار الكل بيوثق فيني، فكل ست بتوثق بحالها بتقدر تنجح. وختامها مسك مع الفن الجميل والأصيل كما عودناكم دائما أغنية جديدة لسيدة الأعمال وصاحبة الأيادي الخيرة الشاعرة المبدعة الراقية عن روعة وجمال كلمات أغانيها ضمن برنامج بيروت والناس الشاعرة روليت منصور. وما بننسى أيضا إخراج صاحب الرؤية الإخراجية ومخرج برنامج بيروت والناس الزميل المبدع نادر حشاش. خفنا نص البلد فل تاريهم عملوا معروف، الخوف عالباقي اللي ضل ما توقعنا هيك ظروف، لولا اللي فلوا راحوا يبي انكسر جناحه، يبعتلو فتح جراحه خلانا هالشوف نشوف. والله اللي استحوا ماتوا والبقيوا عملوا حكام، نهبوا الوطن وخيراته ضرب الميت حرام، هالبلد بأمه وأبوه بسوق السودا باعوه، والشعب عما يغفوه ويغنوا له يلا تنام. ولهن نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا بدي ودعكم على أمل اللقاء بحلقات جديدة وفقرات متنوعة من برنامج بيروت والناس، دائما وحصريا على شاشة ABC الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي. بشوفكم قريبا، باي.